عارفين ايه دي؟ دي علبة زبادي زي ما انتوا عارفين، بس احنا هنغيرها وهنعملها علبة مناديل. نستخدم فيها ورق الكوريشة الملون، وهنعمل علبة مناديل بشكل مختلف وفلافي عشان نحطها في أوضة الولاد. يلا بينا. اول حاجه الادوات اللي هنستخدمها القطر طبعا عشان نفتح العلبه من فوق، اما الكوريشه فلازم كوريشه الخشنه، وهندور بقى على اي حاجه مدوره او حتى قلم رصاص عشان دي اللي هنستخدمها ونلف عليها ورق الكوريشه بالشكل ده. هنلفها كلها، وطبعا قصيت ورق الكوريشه مستطيلات. بعديها بعد ما لفتها هبدا ابوش ورق الكوريشه او ازقه كده بالضغط زي ما انتوا شفتوا، هيطلع لي الشكل ده. هعمل كل الالوان. بعد ما اخلص الالوان كلها هفتح العلبه من فوق باستخدام القطر، وتخلي بالكم عشان ما تتعوروش، وبعدين نبتدي من تحت احسن. هبدا بقى استخدم الجلوجن والزق الالوان كلها، وتقدروا تعملوها بلون واحد لو انتوا حابين. انا حبيت ان انا اعملها مالتي كولرز او تبقى شكلها كولرفول كده علشان تليق اكتر مع اوضه الولاد. هحط المناديل وبس كده. ايه رأيكم؟ يا رب تكون الفكرة عجبتكم. عشان كده قلت لكم في اول الفيديو ان هنعمل منها علبة تيشو فلافي. شايفين فلافي ازاي؟ وكالرفول، وطبعا تقدروا تعملوها بلون واحد او ماني كولرز زي ما انا عملت في اوضتهم. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. اكتبوا لي سهلة ولا صعبة.